الحديث ده في سبعة فرج، مش فرج واحد. أنا هقول لك 7 أبواب للفرج. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا حلوة الدنيا والآخرة دي، بدأت تعدل معايا. يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. شوف الحديث عمل ازاي، أجمل الموقف الأول. قال لي يفك عن واحد كربة، أي كربة بقى، ده اسمه إجمال. وبعدين سيدنا النبي من جماله يفصل بعد الإجمال، فيبدأ يفكها. واحد يقول لها كربة ازاي؟ قال من يسر على معسر يسر الله عليه في الآخرة، في الدنيا والآخرة. من فرج عن مسلم كربة. ايه الفرق بين فرج ونفس؟ وهنا مسلم وهنا مؤمن. في التنفيس استخدم لفظة ايه؟ مؤمن. وفي التفريج استخدم لفظة مسلم. ده المسلم ليه؟ صبره ضعيف، عزمه همته في الصبر ضعيفة، فيبقى عايز ايه؟ عايز فرج، عايز حد يشيل عنه. طب والمؤمن قال لا عنده شوية جلد من حبه في ربنا، بيتحمل شوية، فعايز تنفيذ بس. هو احنا متحملين بس يعني فكها سنة، عشان احنا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. عايز افك بس كده عشان نقدر ناخد راحتنا. فشوف الألفاظ النبوية كيف دقيقة. الحديث ده في سبعة فرج، مش فرج واحد. أنا هقول لك 7 أبواب للفرج. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا حلوة الدنيا والآخرة دي، بدأت تعدل معايا.